يأتي العديد من الناس من مختلف ربوع الوطن وفي العديد من المناسبات لزيارة الزاوية، وبصدقات يأتون بها معهم من قطع نقدية يضعونها في صندوق الضريح أو قطع من الحلوى وأقمشة يرمون بها في ساحة الضريح أيضا. فقد تعدت شهرة الزاوية حدود القرية وتعدت أيضا زمن التأسيس. يعني قديمه هذه من جدودنا نسمعوها كيما هاك، الناس يجوها جدودنا رانا نشوفها. وتقرا القران العظيم، راه دائما المحاضره فيها 90 70 80 تلاميذ يقراوا القران العظيم. جيت للزاويه نتاع الهامل، هذه الزاويه نتاع محمد القاسم، العام نزوروها حنايا نزوروها ونجيبوا نجيبوا الزياره معنا. واش تجيبوا الزياره هذه؟ اللي نجيبوها اللي كتبت ونجيو نزوروها. وكاين اللي ثاني لما يجي يزور يجي ويل يجي من بكري. هذه الزاويه رانا من بكري نجوهم من جدية الجد. انا ديما نجو من العام للعام نجو هنايا، وكاين اللي يجوا في كل وقت، وكاين يجوا في المواسم الكبار، الميلود النبوي في العيد في كل وقت يجوا يزوروا هنا ويروحوا. كاين كل واحد له مجهود، وكاين اللي يجيب الدراهم، كاين اللي يجيب الروينه، كاين اللي يجيب القلم، كاين اللي يجيب السلعه، كاين اللي يجيب كل واحد باه يجيب يعاون، يعني صدقات. هذا الآن إلى جنب ضريح الشيخ سيدي محمد بن القاسم مؤسس زاوية الهامل، وإلى جنبه طبعا خلفاء الشيخ، يعني والدته وابنته السيدة زينب شقيقه سيدي الحاج محمد، وخلفاءه يعني اللي أشرفوا على إدارة هذه الزاوية. يعني هذا يعني بصفة مختصرة للمكان اللي رانا فيه.